صلاة صلة بين العبد وربه، صلاة مفتاح الخير والبركة، وقد يسجد العبد فيها سجدة فيرفع منها كيوم ولدته أمه، وقد يقف بين يدي الله خاشعا متخشعا متذللا متبذلا إلى ربه، فيكتب الله له بهذا الموقف سعادة لا يشقى بعدها أبدا. نعمة عظيمة، حتى إن العبد يسكب الماء على جوارحه فتتحات الذنوب. أرأيتم لو أن نهرا جاريا غمرا بباب أحدكم يغتسل منه في كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هذا مثل الصلوات ال5 وما يمحو الله بها من الخطايا. أما إذا قرب وضوءه فأسبغ الوضوء خرجت كل خطيئة، فغسل وجهه خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. أي هذه الكرامات؟ لأنه سيقف بين يدي الله، ولأنه يريد أن يؤدي حق الله. كتبهن الله في اليوم والليلة لسعادة العبد، كتبهن الله في اليوم والليلة لرحمة العبد، كتبهن الله في اليوم والليلة وهو أغنى ما يكون عنا. نحن أحقر من أن نقف بين يدي الله، ولكن الله تكرم وتفضل أن يجعل العبد بين يديه يقول الله أكبر فيناجي ربه. فهذه الصلوات أمرها عظيم، ولذلك ينبغي للإنسان كل يوم بل في كل لحظة أن لا يتساهل مع نفسه في هذا الحق العظيم، فهي سعادة الدنيا والآخرة. الصلاة نور، وجعلها الله عز وجل نورا للعبد في دنياه ونورا للعبد في قبره حينما يظلم عليه القبر، وهو أحوج ما يكون، ومن فزائع القبور وقوارعها وشدائدها ظلمة القبر. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن ينور قبورنا وقبوركم وقبور والدينا والمسلمين.